السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية، أهلا وسهلا بيكم. معادنا دلوقتي مع حل الاختبار التراكمي الخامس من اختبارات كتاب المعاصر مادة الرياضة التطبيقية فرع الاستاتيكا. يلا بينا نسمي الله نشوف أول سؤال معانا بيقول إيه. طبعا أسئلة الاختبار ده كلها أسئلة مقالية، عايزك بقى تركز معايا. في السؤال الأول بيقول لك قوتان مقدارهم ق وق جذر 2 تؤثران في نقطة مادية والمحصلة عمودية على الأولى. يعني أنا عندي قوة ق، عندي قوة ق جذر 2، المحصلة ح عمودية على مين؟ على الأولى. هات لي قياس الزاوية بين القوتين. قلت لك قبل كده معلومة في الجزئية ديت، لما تبقى المحصلة عمودية على القوة الأولى يبقى ق 1 زائد ق 2 جتا إيه؟ بتساوي طبعا كام يا شباب؟ صفر. كل اللي أنت هتعمله هتعمل عملية تعويض. هتشيل ق 1 تحط ق، تشيل ق 2 تحط ق جذر 2 جتا ي بتساوي كام؟ صفر طبعا. هطلع الق بعكس الإشارة، يبقى ق جذر 2 جتا ي بتساوي سالب ق، واقسم على ق جذر 2 في الطرفين. دي هتروح مع دي هتبقى جتا ي بتساوي سالب 1 على جذر 2. تعمل بالآلة شيفت كوزاين سالب 1 على جذر 2 تلاقي قياس زاوية ي ب 135 يا شباب درجة. ادي المطلوب الأولاني. واثبت أن مقدار المحصلة بيساوي ق. المحصلة في الحالة دي بتساوي جذر القوة الثانية تربيع ناقص القوة الأولى تربيع. لما تكون المحصلة عمودية على القوة الأولى يبقى هتساوي جذر القوة الثانية اللي هي ق جذر 2 الكل تربيع ناقص القوة الأولى اللي هي ق تربيع. طبعا ق جذر 2 هتربع القاف ق تربيع، هتربع الجذر 2 في ق تربيع يبقى 2 ق تربيع ناقص ق تربيع تحت الجذر، ده كده المحصلة. 2 ق تربيع ناقص ق تربيع بق تربيع تحت الجذر، التربيع يروح مع الجذر يبقى المحصلة هتساوي مين يا شباب؟ هتساوي ق. يبقى انا جبت الزاوية بين القوتين بقانون القوة الأولى زائد القوة الثانية جتا ي بتساوي صفر، وجبت المحصلة بقانون القوة الثانية تربيع ناقص القوة الأولى تربيع. الكلام ده كله انا عرفته منين؟ من كلمة المحصلة عمودية على القوة الأولى. تعال نشوف السؤال الثاني. بيقول لك الشكل المقابل يمثل القوة 16 12 جذر 2 والتي تؤثر في المربع في الاتجاهات أ ب وأ د وج أ. اوجد مقدار واتجاه محصلة هذه القوة. لازم تعمل جدول. الجدول ده ما بين القوة ما بين الزاوية اللي هي بتصنعها. فأنا عندي 3 قوة 16 12 جذر 2. فأول قوة 16 لو أنا عملت الإحداثيات كده هي في الشرق وأنت تقيس الزاوية من الشرق، فزاويتها صفر لأنها ماشية في نفس اتجاه الشرق. ال 16 الثانية موجودة في الشمال فالزاوية 90. ال 12 جذر 2 الناس هتقول 45 غلط. ليه؟ لأن اتجاهها لتحت، يبقى هتمدها كده، يبقى هتبدأ تقيس كده. يبقى هي زاويتها من أول هنا لحد هنا. طب ده كله 180. أنت بقى ده مربع، فالقطر في المربع بيقسم زاوية 45 زاوية 45، يبقى دي هتبقى 45. يبقى زاوية ال 12 جذر 2 هي بعد ال 180 ب 45 درجة، يعني 225 درجة. بعد ما تعمل القوة والزوايا اللي هي مكان الزاوية بتاعتها تقدر تجيب س اللي هي المركبات الجبرية للمحصلة وصاد، لأن هو عايز س وإيه وصاد، مركبة السينات ومركبة الصادات، وبعد كده منها تجيب المحصلة. السين بجيبها إزاي؟ اضرب كل قوة في جتا الزاوية بتاعتها. 16 جتا صفر طبعا، و16 جتا 90، و12 جذر 2 جتا 225. 16 جتا 90 بصفر، 16 جتا صفر ب16، 12 جذر 2 جتا 225 دي هتطلع بسالب 1 على جذر 2، فده هيروح مع ده يطلع لك سالب 12. 16 ناقص 12 كام يا شباب؟ 4. دي مركبة السينات. تعالى مركبة الصادات وتأكد برضو بالآلة. 16 جا صفر زائد 16 جا 90 زائد 12 جذر 2 جا 225. 16 جا 90 ب 16 لأن جا 90 بواحد، 16 جا صفر بصفر لأن جا صفر بواحد، 12 جذر 2 جا 225 اللي هي سالب 1 على جذر 2 يعني سالب 12، تطلع بكام برضه؟ ب4. المحصلة بقى بجيبها ازاي؟ جذر س تربيع زائد ص تربيع، يعني جذر 4 تربيع زائد 4 تربيع، يعني 4 جذر 2. نفس الوحدة بتاعتك اللي هي مين يا شباب؟ اللي هي النيوتن. تعال نجيب بقى الاتجاه بتاع المحصلة. هتقول له ظل زاوية المحصلة بتساوي ص على س، فالصاد ب4 والس ب4.
يعني هتساوي 1. طب لما الظا تساوي 1 تعمل ايه بالاله؟ اعمل شيفت تان 1 تلاقي ان اتجاه المحصله بيساوي كام يا شباب؟ 45 درجه. السؤال الثالث، كرة منتظمة ملساء وزنها 10 وطول نص قطرها 30 علقت من نقطة على سطحها بأحد طرفي خيط طوله 30 ومثبت طرفه الآخر في نقطة في حائط رأس أملس. أول حاجة هترسم الكرة، وزنها بيأثر في المنتصف كام؟ 10. وأدي الحائط، في نقطة على الحائط مربوط فيها خيط والطرف التاني مربوط في الكرة، فأنا همد الأول نص القطر وأربط منه هنا الخيط. الخيط طوله مديهولك 30 ونص القطر 30، وده رد الفعل اللي هيطلع لما الحيطه تتسند على مين يا شباب؟ لما الكره تتسند على مين؟ على الحيطه. ركز بقى معايا، ده 30 و30 60 وده كام شباب؟ 30 نص القطر. فالضلع ده في المثلث القائم نص الوتر، يبقى الزاويه اللي قصاده بكام؟ 30، لان الزاويه الضلع المقابل للزاويه 30 نص الوتر. يبقى الزاويه الثالثه في المثلث كام؟ 60، يبقى اللي على استقامتها كام؟ 120، ودي بكام يا شباب؟ ب 90. اصبح شكل المساله عامل كده، ده الشد بتاع الخيط، ده رد الفعل بتاع سند الكره على الحائط، ده مين يا شباب؟ ده الوزن اللي هو ب 10. الزاويه دي اتفقنا اللي هي 120، الزاويه دي 60 ودي قائمه، يعني دي كلها 60 و90 كام؟ 150، ودي كام يا شباب؟ 90. هو عايز الشد وعايز رد الفعل بتاع الحائط، طبعا هتستخدم قاعده لامي، وممكن طبعا طالب يشتغل بمين يا شباب؟ يشتغل بقاعده مثلث القوه. قاعده لامي، القوه ر على الضلع اللي ما بين القوتين التانيين، اللي الزاويه ما بين القوتين التانيين اللي هي 150 هيبقى على جا 150. القوه الثانيه الشد على الزاويه ما بين رد الفعل وال10 اللي هي جا 90. القوه الثالثه اللي هي 10 على جا الزاويه ما بين رد الفعل والشد اللي هي جا كام يا شباب؟ 120. تقدر تجيب رد الفعل وتقدر تجيب الشد. هتعمل مقص مع النسبه الاخيره، 10 جا 150 على جا 120، هتطلع 10 على جذر 3، يعني 10 جذر 3 على 3. طب الشد 10 جا 90 على جا 120، دي بواحد ملهاش لازمه، يبقى دي جذر 3 على الاثنين، يبقى 20 على جذر 3. هي 20 جذر 3 على مين يا شباب؟ على الثلاثه. الوحدات بتاعتهم بتاعت رد الفعل والشد نفس وحدات الوزن، اللي هو ثقل جرام ثقل جرام. سؤال حلو وفي اللذيذ، يا رب تكون فهمته. تعالى احله لك بقاعده مثلث القوه. ادي الكره، ادي رد الفعل العمودي، ادي الشد طول ضلعه 60 30 و30، ودي رد الفعل بيأثر هنا في كام؟ في نص القطر اللي هو 30، والوزن هنا هنقله بالتوازي يبقى هنا اللي هو كام؟ 10. 60 30 هتجيب الضلع ده بنظريه فيثاغورس، 60 تربيع ناقص 30 تربيع. تعال احسبوها، تقريبا هتطلع 30 جذر 3، بس نتاكد. 60 تربيع ناقص 30 تربيع 2700، يبقى جذر 2700 تطلع 30 فعلا جذر 3. قاعده بقى مثلث القوه بتقول لك ايه؟ القوه على طول الضلع، يعني الشد على ضلعه 60، رد الفعل على ضلعه 30، الوزن 10 على 30 جذر 3. ال 30 تروح مع ال 30 تختصر مع ال 60 يتفضل لك 2، يبقى الشد 2 في 10 على جذر 3، يعني 20 على جذر 3، نفس الناتج. رد الفعل 10 على جذر 3 اللي هي 10 جذر 3 على مين يا شباب؟ على الثلاثه. جابت لك برضو نفس النواتج. السؤال الرابع والاخير في الاختبار التراكمي الخامس. ثلاث قوى مستويه مقاديرها 5 10 4 جذر 7 تؤثر في نقطه الزاويه بين الاولى والثانيه 60. هنرسم الاحداثيات. ادي الاحداثيات بين الاولى والثانيه 60، فانا هفترض ان الاولى هنا 5، الثانيه هتبقى هنا عشان تبقى الزاويه 60، الثانيه اللي هي كام؟ 10، الثانيه بين الاولى والثانيه 60. اوجد القيمه العظمى والصغرى لمحصله الثلاث قوى. طبعا هو بيقول لي الزاويه بين القوتين الاولى والثانيه، فاذا كان الزاويه بين القوتين الاولى والثانيه بتساوي كام يا شباب؟ بتساوي 60. هات لي القيمه العظمى والصغرى لمحصله القوى الثلاثه. عايزك بس تركز بقى معايا. اولا لو انا فرضت ان دي 60 ما بين ال5 وال10،
يبقى القوة الثالثة مش عارف زاويتها كام مع دي ومع دي، اللي هي 4 جذر 7. عندك قاعدة مهمة جدا، إن محصلة الأولى والثانية هتساوي مين يا شباب؟ هتساوي الثالثة. محصلة الأولى والثانية هتساوي مين؟ هتساوي الثالثة. هو هنا عايز في السؤال العظمى والصغرى للمحصلة بتاعت القوة كلها. فيلا بينا نجيب المحصلة بتاعت ديت. المحصلة بتاعت دي هتبقى 5 تربيع زائد 10 تربيع زائد 2 في 5 في 10 في جتا الزاوية ما بينهم اللي هي جتا 60. دي كده المحصلة بتاعت الأولى والثانية، واخد الجذر. يلا بينا. يبقى 5 تربيع ادي جذر 5 تربيع زائد 10 تربيع زائد 2 في 5 في 10 في كوزين 60. يطلع لك 5 جذر 7. يبقى انت لو جبت المحصله بتاعت دي هتساوي 5 جذر كام؟ جذر 7. محصله الاولى والثانيه بتساوي الثالثه لما يكون في اتزان، وانا مش قايل اتزان. فانا كده رسمت الثلاث قوى، جبت محصله الاولى والثانيه لقيتها 5 جذر 7. الثالثه اللي معاهم ب 4 جذر 7. عايز الصغرى والعظمى للمحصله بتاعت القوى كلها على بعض، يبقى انت اختصرت الاثنين دولت في القوه 5 جذر 7. تعالى بقى نجيب العظمى والصغرى للقوى دي كلها. العظمى للمحصله هي المجموع 5 جذر 7 و4 جذر 7. يطلع لك كام؟ هيطلع لي 9 جذر 7. طب الصغرى للمحصله بتاعت القوى الفرق ما بينهم، لان انا في الحاله الاولى هفترض ان المحصله لتحت اتجاهها لجوه، يبقى العظمى اكبر قيمه هتجمع 5 جذر 7 و4 جذر 7. يا اما الصغرى يبقى هما الاثنين عكس بعض في الاتجاه عشان تبقى المحصله الفرق 5 جذر 7 ناقص 4 جذر 7 فتديني جذر كام يا شباب؟ جذر 7. يبقى القيمه العظمى لمحصله القوى كلها 9 جذر 7 والقيمه الصغرى كام يا شباب؟ جذر 7. سؤال حلو يا رب تكون فاهمه. انا بدات ارسم هنا على اساس ان السؤال محتاج ان انا اجيب محصله بتاعت القوى كلها لو انا بقى عارف مكان القوه الثالثه فين، لكن انا هنا مش عارف مكان القوه الثالثه فين، فبجمع محصله الاثنين دول في حاجه واحده تطلع ب 9 جذر 7 زي ما حسبت، ولا 5 جذر 7. الثالثه ايا كان مكانها بقى، تمام. الثالثه 4 جذر 7 هنفترض ان هي عظمى يبقى هما الاثنين في نفس الاتجاه، يبقى مجموعهم يبقى 9 جذر 7. صغرى يبقى هما الاثنين عكس بعض في الاتجاه، يبقى طرحهم يبقى جذر 7. سؤال حلو قوي يا رب تكون فهمته. بالمثال اللي فات نكونوا ختمنا حصتنا الصغيره حل الاختبار التراكمي الخامس من اختبارات الكتاب المعاصر على اخر درس عند سيادتك، او الوحده كلها بتاعت الاستاتيكا. درسنا في الوحده ديت محصله القوى، التحليل بتاع القوى، الاتزان، تلاقي خطوط عمل 3 قوى. يا رب تكون بقى استفدت بكل كلمه قلناها النهارده، واستنوني طبعا في حلقات جايه كتير. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.